وفي فيديو النهارده بقى هنتكلم عن شويه اخبار مهمه جدا 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 عن تجديد حسام عبد المجيد وموقف احمد السيد زيزو وامام عاشور واخبار امام عاشور واصابه امام عاشور وتصريحات كابتن احمد حسام ميدو على حسام غالي وتصريحات لكابتن ايمن عبد العزيز وشويه اخبار كده رايقه جدا 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 هنعملها في الفيديو ده وهنتكلم عنها في الفيديو ده. ما تنساش بقى يا صديقي تعمل ايه؟ تعمل اللايك بتاعك عشان الفترة دي بصراحة في ناس بتتفرج علينا كتير، ولكن الناس تقريبا بخلة ما بيحبوش يعملوا لايك، ما بيحبوش يشتركوا معانا في القناة. فيا ريت لو انت قاعد معايا لغاية دلوقتي بتتفرج ومستني الاخبار اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، فيا ريت دلوقتي تعمل لايك، مش هتخسر اي حاجة والله. دوس كده لايك وتشترك معايا في القناة، سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اول لما ينزل الفيديو او فيديو جديد يجيلك على طول. يلا هنبتدي بأول خبر معانا، هو خبر تجديد حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك طبعا، جدد 5 سنين النهارده وجدد لغايه 2030. واخيرا كابوس تجديد حسام عبد المجيد خلص من نادي الزمالك، وحسام عبد المجيد رسمي فهمي نظمي هو في نادي الزمالك. بصراحة حسام عبد المجيد لعيب كويس جدا، مدافع يمتاز ان هو طويل، مفيش ادنى مشكلة، ولكن يعيبه ان هو الكور اللي على الارض الباصات صعبة وحشة جدا 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 عنده، والكور الطويلة. فلو هو يشتغل على نفسه في الباص والكور الطويلة هيكون احسن مدافع في افريقيا حرفيا، انا بكلمكم بجد. ولكن على الارض هو سيء جدا. ده بالنسبة لحسام عبد المجيد. نروح بقى عند موقف أحمد السيد زيزو. أحمد السيد زيزو يا جماعة كان نزل شوية أخبار إن هو يعني طلب إن هو يسافر ويتأهل بره، وطبعا طلع النادي الأهلي قال إن الكلام ده غير صحيح على الإطلاق، وهو ما طلبش إن هو يسافر أصلا بره ولا أي حاجة، ولكن دي إشاعة، دي إشاعة. وبالنسبة لإصابة زيزو تعالوا نشوف. أكد أحمد مصطفى زيزو تعرضه للإصابة في عضلة ضمة خلال لقاء الأهلي ضد إنبي، وخرج مصابا بالدقيقة 25 ليحل مكانه طاهر محمد طاهر في المواجهة، اللي هو أصلا لعب الماتش ومحدش حس بيه نهائي. يعني مش فاكر إن طاهر محمد طاهر يا جماعة لعب الماتش ده ولا حد شافه؟ مش فاكر. الفحوصات الطبية شملت سونار ورنين مغناطيسي وأثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية، ليبدأ اللاعب فورا برنامجه العلاجي والتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي. مصدر الأهلي أكد وجود غموض حول إمكانية لحاق زيزو بمباراة القمة اللي هي هتكون يوم 29 أمام الزمالك، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة والفحوصات الطبية الجديدة ستجدد مصيره النهائي. الاهلي يواجه الزمالك يوم الاثنين طبعا زي ما احنا عارفين يوم 29 سبتمبر اللي هو الشهر الحالي على استاد القاهره الدولي بالجوله التاسعه من دوري نايل معلش، وسط ترقب جماهيري كبير لموقف نجم الفريق زيزو. بالنسبه ده خبر عن احمد سيد زيزو. في بقى خبر حمزة علاء حارس المرمى اللي هو يعتبر ناشئ، كان في الاهلي ومشي سافر بره مع نادي اسمه بورتيمو من سنين نادي كده. المهم فسخ عقده واللاعب دلوقتي حالا حر، واعتقد كده اعتقد ان هو هيروح نادي الزمالك، والله اعلم. لان في خبر نزل ان نادي الزمالك يعني عايز يطير المهدي سليمان. مهدي سليمان غالبا كده مش هيكمل في نادي الزمالك في يناير، مش هيكون في يناير مش هيكون في نادي الزمالك. حمزة علاء عقده اتفسخ، وطبعا اعتقد بنسبه كبيره في ظل وجود الشناوي ومصطفى شوبير حمزه علاء مش هيبقى عنده فرصه. ولكن حمزه علاء لو راح نادي الزمالك اعتقد هو هيكون الحارس الثاني بعد محمد صبحي، لان عواد برضو بيتقمص والكلام ده كله فهيطير. فغالبا كده حراسه مرمى الزمالك هتكون صبحي، يليه حمزه علاء، او ممكن يتبادلون هما الاثنين حسب الافضل فيهم، والتالت بتاعهم هيكون محمود الشناوي. دي من وجهة نظري ده اللي هيحصل الفترة
الجايه. يعني اعتقد حمزه علاء الزملكاوي بنسبه كبيره جدا جدا جدا. ده بالنسبه لحمزه علاء. نخش بقى على تصريحات كابتن ايمن عبد العزيز. كابتن ايمن عبد العزيز، وفي طبعا هقول لكم على بيراميدز ونادي اهلي جده في اخر الفيديو كده، فكملوا معايا. ايمن عبد العزيز بيقول لك انتقد تعاقدات الاهلي الاخيره، معتبرا ان الاداره ضمت لاعبين لا يحتاج اليهم الاهلي، فقط اسمائهم الكبيره، مما تسبب في تضخم بالقائمه وازمات تخص الرواتب والعقود. ودي صح 100%، صح 100%. مفيش نادي يا جماعه على مستوى العالم كله بيجيب مثلا في الباك الشمال او الوينج الشمال مثلا 3 لعيبه سوبر. مفيش، ما بتحصلش، ما بتحصلش. بيجيبوا لعيب سوبر ولعيب تاني يكون يعني قريب من السوبر، لكن مش سوبر زي الاولاني. مفيش يعني يعني مثلا يعني هل ميسي لما كان بيلعب في برشلونة كانوا يقدروا يجيبوا لعيب قوي جدا زي ميسي؟ لو في مثلا لو 2 ميسي، هل هينفع؟ لو كريستيانو، ده كريستيانو كان موجود في ريال مدريد، كانوا يقدروا مثلا يجيبوا مبابي؟ ما جابوش مبابي اللي هو كريستيانو في ريال مدريد. اسأل نفسك السؤال ده. يبقى عندك 2 نجوم سوبر ستار، صعبة، صعبة في نفس المركز، مستحيلة، مستحيلة. لكن الاهلي جايب حرفيا في كل مركز سوبر ستار، بدل 1 2 و3 و4. عشان كده الفرقة مش مستقرة، الفرقة مش مستقرة. واكتب لي برضو رأيك في الكومنتات اللي انا بتكلم فيه ده. لو غلط قول لي يا عم الشناوي انت بتتكلم غلط، لا انت بتتكلم غلط. نكمل بقية تصريحات كابتن ايمن عبد العزيز. بيقول لك اكد ان الاهلي اصبح يشهد ظواهر غير معتاده، مثل مطالبة بعض اللاعبين بتعديل عقودهم بعد تعديل عقود زملائهم، وهو ما لم يكن موجود في النادي الاهلي من قبل، ودي حقيقة. اشار الى ان الفريق لم يكن بحاجة الى لاعبين مثل زيزو او بن شرقي في ظل وجود عناصر تؤدي بشكل جيد، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعبد القادر وقفشه. بصراحة معاك، ولكن طاهر محمد طاهر ده يعني في وعليه، في وعليه. شدد على ان الاهلي يعيش ازمه مشابهه لما مر به الزمالك سابقا، معتبرا ان روي فيتوريا سيكون اضافه قويه اذا تولى تدريب الفريق، لكنه استبعد تماما العمل في جهازه المعاون. يعني قال لك ان روي فيتوريا مدرب مناسب جدا للنادي الاهلي، وده قلنا برضو في فيديو قبل كده ان بنسبه كبيره في مفاوضات مع روي فيتوريا وفرناندو سانتوس. دي تصريحات كابتن ايمن عبد العزيز. نروح بقى على كلام كابتن احمد حسام ميدو على حسام غالي. قال لك حسام غالي شخصية مختلفة، عنده جرأة، مش بيخاف من التحديات، وده بيخليه احيانا يصطدم مع ناس داخل الاهلي. في ناس حاولوا يشوهوا صورته، لكنه واحد من ابرز الاسماء اللي مؤهلة تقود الاهلي مستقبلا. غالي اتحمل ضغوط ومسؤوليات مش بتاعته، والسؤال هل الهدف يبنوا شخصيته جوه النادي ولا يظهروه بصورة سلبية للجماهير؟ يعني ايه الاهلي محتاج تدخل عاجل، والحل الوحيد التعاقد مع مدرب قوي، لان المنافسة الموسم ده صعبة جدا. احنا قلنا قبل كده ان مدرب النادي الاهلي اتمنى يكون علي ماهر، ولكن في ظل النجوم الكتيره دي هتحصل مشاكل كبيره جدا جدا لو المدرب ده مصري. ان كل لعيب شايف نفسه انا السوبر يا باشا، انا ما حدش قدي، انت مين انت؟ فهيجيبوا كابتن علي ماهر، هيحسوا هيتعالوا، عارف انت، هيتعالوا على المدرب. انت مين تلعبني ولا ما تلعبنيش؟ انت مين؟ انت فاهم الموضوع هيوصل لايه؟ بسبب كميه النجوم، بسبب كميه النجوم دي خطيره جدا. فانت لازم تجيب مدرب عالي قوي، عالي قوي، عالي. كان الاهلي، كان في خبر الاهلي كان عايز يتعاقد مع منشيني، مع منشيني. منشيني كان طالب حوالي 5 و6 مليون دولار، وجازم معاه يعني هيخش له 7 8 مليون دولار اصلا. وابتدى يقول لك اصل انا هلعب في افريقيا ومش عارف ايه، وافريقيا بتتكلم بعنطزيه شويه كده. فالنادي الاهلي قال له ايه؟ متشكرين يا باشا، متشكرين، سلام عليكم، على طول يا باشا، على طول. بعد كده في خبر هنا بنقول اصابه بقى امام عاشور.
اصابه امام عاشور. بصوا بقى يا جماعه وركزوا معايا في التفاصيل دي. امام عاشور طبعا تاكد اصابته بفيروس ايه، وده فيروس ده بيجي من الاكل او عدم النظافه الشخصيه، الايد لو انت ايدك مش نظيفه وكلت والكلام ده كله فبيجي لك الفيروس ده يعني. ربنا طبعا يشفي امام عاشور. وبيقول لك اكد كابتن احمد شوبير عن اصابه امام عاشور سببها اكله فاسده تناولها منذ اسابيع، نافيا ما تردد حول اصابته بفيروس قادم من افريقيا كما اشيع. شوبير أوضح أن الأعراض ظهرت بعد من 4 ل6 أسابيع من تناول الطعام، مؤكدا أن أول تحليل طبي أجراه اللاعب جاء سلبيا، ما اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي. ده طمن الجهاز الفني. تمام. اللاعب سيظل تحت ملاحظة طبية في المستشفى لمدة يومين قبل أن يعود إلى منزله لمتابعة العلاج والتأهيل اللازمين وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للفريق. امام عاشور سيحتاج وقتا لاستعاده لياقته البدنيه، مما قد يبعده عن المباريات المقبله، فيما سيحدد الفحص الطبي لاحقا موعد عودته النهائي للمشاركه مع الاهلي. الفيروس ده يا جماعه بيهد الانسان جدا 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 جدا، وبيقلل اللياقه البدنيه بتاعته جدا جدا جدا. فهو فيروس يعني رخم شويه، ومده التعافي منه من اسبوعين ل6 اسابيع. فربنا يشفيك يا امام وترجع بعد ماتش القمه. لا طبعا ربنا يشفيك يا رب في اقرب وقت ممكن. يعني المرض يا جماعه وحش والتعب وحش، وربنا يكفينا ويكفيكوا شر المرض. محدش يا جماعه يتمنى الاذى او المرض لاي حد. انتقد لعيب، قول عليه ده باع الزمالك، ده كذا ده كذا، ولكن انك انت تتمنى لحد المرض ده شيء مش حلو جدا. مفيش حد يا جماعه بيتمنى لنفسه مرض. فربنا يا رب يكفينا ويكفيكوا شر المرض يا رب. ونيجي بقى عند ايه بقى؟ ماتش بيراميدز مع نادي اهلي جده السعودي اللي هيتلعب في السعوديه. تعالوا. فيفا يخطر بيراميدز بموعد مواجهه الاهلي السعودي بكاس الانتر كونتيننتال. تلقي نادي بيراميدز بصفته بطل قارة أفريقيا النسخة الماضية اختار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي، والمقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية على لقب كأس القارات كأس القارات الثلاث، آسيا، أفريقيا، المحيط الهادي. كبيرة قوي. في إطار مشوار بطولة كأس انتر كونتيننتال. وأكد الفيفا على إقامة المباراة في الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة وجدة على استاد اسمه الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. يعني نادي بيراميدز هيلعب أمام أهلي جدة، وكلنا طبعا هنشجع بيراميدز إن شاء الله تكسب نادي أهلي جدة في السعودية بإذن الله. كلنا يا جماعة خلف بيراميدز. نادي مصري، نادي بيشرف مصر. كنت أهلاوي أو زملكاوي أو أي حاجة، ادعم نادي بيراميدز. وجمهور الاهلي والزمالك في السعوديه يا ريت برضو يروحوا يشجعوا بيراميدز يا جماعه. دي حاجه من ريحه مصر. الناس يا جماعه اللي في الغربه هم اللي هيفهموا الموضوع ده كويس جدا. اي حاجه يا جماعه من ريحه مصر كده في الغربه بتبقى حلوه بجد والله. بتبقى انت تنشأ كده لاي حاجه في من ريحه بلدك كده في الغربه. مصر يا جماعه. فيا ريت يا جماعه نقف كده كلنا ان شاء الله جنب بيراميدز يوم 23، وكلنا خلف النادي بيراميدز باذن الله يرجع بالكاس، كاس انتر كونتيننتال. بس كده دي كانت اهم الاخبار لغايه النهارده. فلو مكمل معايا الفيديو للاخر زي ما بقول لك كده، ما تنساش اللايك بتاعك وسبسكرايب، تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يا صاحبي يجيلك كل جديد. والله هو لايك بس هتعمله وسبسكرايب. ففرجوني كام سبسكرايب كده. احنا 52 واحد دلوقتي في القناه، هي صغيره شويه لكن هتكبر بيكو. فاحنا 52، فرجوني بقى هنبقى كام. اوكي يلا اشوفكم على خير وفي حفظ وفي امان الله. السلام عليكم، مع السلامه.